طيب يا دكتور احمد، دلوقتي حضرتك عارف ان احنا في شكاوي كتير بنسمعها في قصة المعدة والاكل والحاجات دي كلها. في بعض الناس دايما تجي لهم الشكوى بحرقة في المعدة او التهابات في ام المعدة طول ما هو يعني في فترة جعان. طول ما انا جعان حاسس ان انا تعبان، او حاسس ان انا في تعب في المعدة او حاجة. في ناس تانية على العكس، طول ما هو مثلا جعان مرتاح، ما عندوش اي مشكله، بمجرد ما ياكل بقى يحس بانتفاخات والم. عايزين تشخيص حضرتك وتفسير حضرتك للقصه دي. تمام، هو ده سؤال، ده درس يعني. ايوه. ده درس اللي هو قرحة المعدة. ايوه. قرحة المعدة احنا عارفين ان هي ممكن تيجي في 5 اماكن، ولكن فيهم مكانين الموست كومن او الاكثر شيوعا يعني. تمام. يا اما في المعدة يا اما في الاثنى عشر. تمام. الفرق ما بينهم بنسميه periodic pain، اللي هو الفرق توقيت الاكل وبدايه من لحد ما يحصل الالم. تمام. يعني بدايه من توقيت الاكل، بدات الاكل امتى، بدا الالم بعد بدايه الاكل بعد الوجبه بقد ايه مثلا؟ ففي قرحه المعده من 10 ل 15 دقيقه. تمام. يبتدي العيان يشتكي من الالم بعد ما كل. فده بيبقى عنده باد اكسبيرينس مع الاكل، لان الاكل بيتعبه. هو في نص الاكله وفي ربع الاكله لسه بياكل الساندوتش بتاعه او الطبق بتاعه، يبدا الالم يشتغل فيكره الاكل فيخس او يخاف عنده، يتجنب الاكل ويخس. ده عيان قرحه المعده. تمام. على العكس عيان قرحه الاثنى عشر بيبدا الالم بعد ساعه ونص لساعتين من بدايه الاكل، فهو كل واستمتع بجمال الوجبه وكل حاجه، فما بيجيله الالم بعد ساعتين ما بيربطوش نفسيا بالاكل السبب في الاكل. فده يقول لك انا لما باكل برتاح، ولكن هو المسبب في الاصل هو الاكل برضه. تمام. بس بعد فتره طويله. طيب ليه بقى ايه نوع الالم؟ هل حرقان ولا لا؟ الم قرحه المعده على عكس ما احنا فاكرين هو مش حرقان، هو بنسموه في الطب ضل ايكينج بين. ضل ايكينج يعني الم غامض، الم غير محدد المعالم. يعني يجي يقول لك يا دكتور انا حاسس بالم ويشاور على فم المعده كده. تمام. انا حاسس بالم يا دكتور. تقول له طب نوع الالم ده ايه؟ هل هو تقل؟ هل هو حرقان؟ يقول لك الم وجع مش قادر يوصفه. فده اللي احنا بنوصفه اللي هو ضل ايكينج، يعني الم غير محدد المعالم. تمام. ولو شاور على نص المعده كده بالظبط فدي اكتر هي تبع قرحه المعده. ولو حدف شويه ايديه ناحيه اليمين فدي اكتر قرحه الاثنى عشر. تمام. زي ما اتفقنا ان قرحه الاثنى عشر لا بيبدا الالم من ساعه ونص لساعتين من بدايه الاكل، فالعيان مش بيكره الاكل فبياكل فبيزيد وزنه. تمام بالظبط كده. لو 2 بقى مع بعض كده تتعشوا، واحد عنده قرحه معده وواحد عنده قرحه اثنى عشر. ايوه. وهما الاثنين كلوا نفس الوجبه. تمام. بتاع قرحه المعده الالم اشتغل من 10 دقائق لربع ساعه، فمش هينام من الالم. صح. اما التاني بتاع قرحه الاثنى عشر ده كل واتبسط والاكل زي الفل بالنسبه له، دخل نام واتبسط، وبعدين بعد ساعه ونص لساعتين يقول لك الالم قومني من النوم بالليل، وانا نايم الالم قومني. وانا نايم الالم قومني، ده لو هو الم قرحه معده فده بيبقى الم قرحه الاثنى عشر. تمام. فدي الجدول الفروقات. حلو قوي التشبيه ده يا دكتور. بالظبط. هما الاثنين طبعا علاجهم تقريبا واحد، الحاجات المثبطه لحمض المعده، ومعالج السبب لو كان السبب الموست كومن كوز. اكتر سبب شيوعا هو طبعا الميكروب الحلزوني، هو ده اكتر سبب لقرحه المعده. فدي الاجابه على السؤال ليه العيان ممكن يتعب في بدايه الاكل وليه ممكن يتعب بعد فتره طويله من الاكل. حاجه زي كده. تمام يا دكتور احمد.